إذا السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. نتناول جوج ديال النقاط. أولا، واحد الفضيحة أثيرت مؤخرا وحشم النظام الجزائري يقول لك بأن السبب فيها هو المغرب. والثاني هو الإقالة ديال المدعو عمار بلاني اللي مسمينه المبعوث الجزائري لقضية الصحراء ودول المغرب العربي، اللي تم يعني حسب مصادر مؤكدة جزائرية أنه تم الإقالة ديالو بشكل رسمي، غير حشمو يقولوا بأنه تمت إقالته باش ما يتسماش هذا الشيء انتصار للدبلوماسية المغربية. نبدأ بالموضوع الأول. الموضوع الأول حسب ما يدور بين أقطاب المعارضة الجزائرية سواء في الداخل وفي الخارج، فإن يعني أركان النظام العسكري الجزائري كي يوجهوا اتهامات للاستخبارات المغربية وللدولة المغربية بإثارة الملف ديال الجماجم المزورة. يعني حسب هذه المصادر فإن يعني اتهامات أكيدة، هذه الاتهامات أكيدة صادرة كتروج بين أركان النظام العسكري اللي كيقولوا فيه بأنه لولا المغرب ولولا الاستخبارات المغربية لما كانش هاد الفضيحة ديال الجماجم المزورة اللي سلمتها فرنسا الجزائر، أنها تثار فين؟ ماشي أثيرت كون كانت بصح غتار ربما في لوموند في ليبراسيون الفرنسية اللي تثار فيها بعد ذلك بأيام، أو في إحدى الوسائل الإعلام الفرنكوفونية المقربة اللي مهتمة بالشؤون المغاربية وكذلك الشأن الجزائري. لكن أن هذا الموضوع يثار في صحيفة نيويورك تايمز، وهي صحيفة دولية كتهتم بأخبار العالم أكيد، ولكن كتهتم بالقضايا اللي كتهم المتلقي الأمريكي، المتتبع الأمريكي، القضايا الدولية، أزمة الشرق الأوسط، هذه الحرب اللي كاينة الآن في أوكرانيا مع روسيا، الوضع بين الصين وتايوان، الوضع في العراق، التهديدات الإيرانية، العلاقات التطبيع بين الدول العربية وبين إسرائيل. هذه هي المواضيع اللي كتطرق لها نيويورك تايمز. لكن تمشي لواحد الموضوع ما فيه حتى شي فائدة دولية ولكنه عبارة عن فضيحة، فأكيد أن أسبابه على حسب ما كيقولوا المعارضة الجزائرية نقلا عن النظام العسكري وأقطابه، السبب ديالو هو المغرب والاستخبارات المغربية. وكيقولوا بان كون ما كانش المغرب وكون ما كانتش الاستخبارات المغربيه هذا الموضوع ما غيثارش من قبل نيويورك تايمز. ثانيا كيقولوا بان شكون هذا الصحفي اللي ثار هاد القضيه ديال الجماجم المزوره، هو عباره عن واحد صحفي وكاتب راي امريكي، ولكنه ذو خلفيه صهيونيه، ذو خلفيه يهوديه، سميتو كوهين شي حاجه، وكيقال بأنه ربما عنده علاقة باليهود المغاربة وأنه له ارتباطات مع اليهود المغاربة. إذن النظام الجزائري عنده قناعة بأن هذه الفضيحة السبب ديالها هو المغرب والمخابرات المغربية، وبالتالي لا كانت بصح المغاربة كيقولوا في هذا الشيء الدق والسكات. لكن علاش المخابرات، علاش الدولة الجزائرية والنظام العسكري الجزائري والإعلام الجزائري ما وجهوش الاتهام المغرب مباشرة؟ كنتذكروا هذاك التقرير اللي صدر على صندوق النقد الدولي اللي قال بأن الاقتصاد الجزائري متخلف وبأنه مترهل وفيه مجموعة من المشاكل وكذا، وهذا مباشرة بعد ذلك قامت قيامة وسائل الإعلام الجزائرية، سواء وكالة الأنباء الجزائرية، سواء التلفزيون الجزائري، سواء قناة الجزائر الدولية، سواء القنوات بين قوسين الخاصة وهي تتبع الجنرالات بطريقة أو بأخرى، كلها اتهمت المغرب وبأن المغرب هو السبب ديال هذا الشيء، وبأن موظف مغربي خدام في صندوق النقد الدولي هو اللي دار هذه الفضيحة. لكن هذه المرة ضربوا الطم، شدوا تلقاو الدقة كما كيقولوا المغاربه عندنا وكمدوها وسكتوا. علاش سكتوا؟ لانهم ما غيسكتوش اصلا وغيثيروا هذا الامر لاحقا، كيتسينوا غير القمه العربيه الدوز.
اي هما بزاف تاع الحوايج دوزوا المغرب مؤخرا بشربة ديال الماء على اساس انهم باغين القمه العربيه تدوز، وهذيك الساعه لكل حادث حديث. وبالتالي فالقمه العربيه بقات لها ربما حوالي واحد اسبوع او 10 ايام او اقل، يعني دابا اليوم حنا 24 يعني نهار واحد. فبالتالي كينتظروا هاد القمه العربيه تدوز وتصدر النتائج ديالها، وشوفوا شكون هاد القمه، شكون اللي غيحضر ليها، فيدير هاد التغيبات اللي يعلن عنها بطريقه مباشره او غير مباشره. فبالتالي كيتسنوا غير هاد القمه تدوز ويقول لك احنا غنوجهوا المغرب الاتهام، وكيقولوا بان المغرب فعلا كي يتجسس على القياده الجزائريه كما كتجسس على فرنسا من خلال هذاك النظام ديال التجسس بيغاسوس الاسرائيلي اللي كي وصل لمصادر القرار ديال الدوله الجزائريه، الارقام ديالو زعما ديال الهواتف ديالهم في متناول هذا النظام حسب اتهاماتهم. وحنا ما كنأكدوا ما ننفيو، لكن عالم الجاسوسيه هو هذا، وكل دوله كتخدم بالطريقه اللي كتشوف المصالح اللي كتخدم المصالح ديالها اكثر من ذلك. دول صديقه لدول اخرى وكتجسس عليها. في الولايات المتحدة كثير من الجواسيس الإسرائيليين محكوم عليهم بفترات حكم متفاوتة رغم العلاقات المتماهية بين إسرائيل والولايات المتحدة. وهذه الأقمار الصناعية وهذا الشيء ديال الأنظمة ديال التجسس هذه خلقت أصلا للتجسس، ماشي باش تحط في الثلاجات ويعني من دون أي غرض. وبالتالي التجسس هو يعني شيء مبرر في العصر الحالي، ومشى في العصر الحالي منذ زمان ومنذ قرون من اجل الخدمه ديال الامن القومي لاي بلد. اذا الجزائريين فقط ينتظرون يعني ان ينقشع غبار القمه العربيه، وبعد ذلك غيوجهوا الاتهام مباشره حسب المعارضه الجزائريه للمغرب بانه هو السبب وراء هذه الفضيحه اللي ضربت النظام الجزائري في مقتل الشعب الجزائري. ماشي كله حماق، ماشي كله، يعني اكيد غيتسالوا علاش النظام اختار انه يمثل على الشعب الجزائري ويجيب لهم جماجيم ديال قطاع الطرق، جماجيم ديال الحركيين الجنود الجزائريين اللي كانوا في مجندين في الجيش الفرنسي وكانوا كيقتلوا المجاهدين والمناضلين والفدائيين الجزائريين، جابوهم وعطاهم تبون وشنقريحه التحيه العسكريه. اذا النظام الجزائري يعني خذ الدقه وسكت وراه كيتسين على حسب ما كتقول المعارضه الجزائريه خاصه في الخارج. فالموضوع الثاني اليوم يعني تأكد بشكل كبير إقالة المدعو عمار بلاني اللي كان هو المبعوث الجزائري لنزاع بين قوسين الصحراء وبلدان المغرب العربي. كانت في الأول الإقالة ديالو في شهر سبتمبر الماضي، لكن الدولة الجزائرية ما بغاش تعلن على الإقالة ديالو بشكل رسمي مخافة أن يحسب ذلك انتصار للمغرب وللدبلوماسية المغربية. علاش؟ لأن هذا عمار بلاني خرج بمجموعة من التصريحات المضادة للمغرب، للتاريخ المغربي، للدولة المغربية، ودخل في مناوشات مع يعني مواقع التواصل المغربية وكذلك الإعلام المغربي، وبمدفوع ببعض الجنرالات ديال المؤسسة العسكرية. علاش؟ باش أن هذوك التصريحات يعني يمكن أن تخلق وردة فعل من عند المغرب، وبالتالي المغرب يعلن عن مقاطعته للقمة العربية. وهذا الشيء اللي بغى العسكر واللي بغات المؤسسة العسكرية وحتى الدولة الجزائرية ما كرهاتش بأن القمة العربية تكون بدون حضور المغرب أو العاهل المغربي أو من يمثله. فبالتالي الرد على هذه التصريحات ديال عمار بلاني ما جاتش من المغرب، بل جات من جامعة الدول العربية، من الأمانة العامة ديال جامعة الدول العربية، مدفوعين من بعض الدول المؤثرة خاصة دول الخليج اللي قالوا الأمين العام للجامعة العربية شوف لنا هذا بلاني اش كيقول. واش الجزائر كيقول لك حنا بغينا نلموا الشمل ديال الدول العربيه وكذا، وهذا خينا اخو موجب وكيسب في المغرب وكذا، فبالتالي نقدروا هذه القمه نديروا بنقص. فبالتالي كان القرار ديال
النظام العسكري الجزائري والدولة الجزائرية ووزارة الخارجية الجزائرية هو أن هذا السيد يحيدوه من هذا المنصب، وقالوا بأنه ولا الآن هو الأمين العام ديال وزارة الخارجية الجزائرية في انتظار كما قال رمضان العمامرة وزير الخارجية الجزائري في انتظار يعني تنصيب مبعوث جزائري جديد لنزاع الصحراء وكذلك دول المغرب العربي. لكن الأكيد هو أنهم كانت إقالة نهائية حتى